بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم الصحة وفي أسعد حال. أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة هو تفسير حلم عملية جراحية في العمود الفقري. تمام؟ عندما يرى الإنسان أنه يجري عملية جراحية في الظهر، وكانت هذه العملية في العمود الفقري، فهنا الرؤية غير محمودة بالمرة، رؤية مش طيبة أبدا، لأنها تدل على المشاكل وتدل على الهموم، وقد تدل على كرب شديد. ولكن هذا الأمر بأمر الله تعالى سوف يتخلص منه الرائي بعد فترة من الزمن، يعني بعد بعض من الوقت هيتخلص من هذا الهم أو هذه المشاكل أو هذا الكرب بأمر الله تعالى، يتخلص منه قريبا بإذن الله. أيضا الرؤيا قد تدل على أمر آخر، وهو غدر الأصحاب. عندما يرى الرائي أنه يجري عملية جراحية في العمود الفقري، فهنا الرؤيا قد تدل على غدر الأصدقاء وخيانتهم. الإنسان يكون له صديق، والصديق ده يغدر به أو يخونه في أمر ما. ورؤية إجراء عملية جراحية للميت، الأمر هنا بيدل على إيه؟ لو رأينا في المنام أننا نجري عملية جراحية للميت، أو رأينا الميت يجري عملية جراحية وهو تحت الأطباء، وكانت هذه العملية في العمود الفقري، فهنا الرؤيا تعني احتياج هذا الميت إلى الدعاء على روحه، والصدقة أيضا على روحه إن شاء الله بأمر الله تعالى، لأنه غير مطمئن أو غير مرتاح في قبره لأمر ما، فهو في حاجة للدعاء وحاجة للصدقة بأمر الله تعالى. وقد تدل أيضا الرؤية على انشغال صاحب المنام اللي هو صاحب الرؤية بهذا الميت إن كان قريب له، أو قد تدل أيضا على أن صاحب المنام يعاني من كرب شديد، تمام، وهم، ويحتاج إلى شخص ما يشد أذره ويأخذ بيده ليخرجه من هذا الكرب أو هذا الهم، ولكنه لم يجد. قد يكون طرق أبوابا كثيرة من أبواب الأصدقاء والأقارب إلا أنه لم يجد. وهذا الرجل الميت الذي رآه في المنام هو الذي كان في حياته يمده بالمساعدة، ومن أجل ذلك تذكره في منامه ورآه، وحس أن هذا الشخص الميت كان هو نعم الصديق له في حياته، وأنه بموته افتقده، تمام، وأن الأصدقاء الحاليين ما هم إلا ليسوا بأصدقاء، بل هم قد غدروا بصديقهم اللي هو صاحب الرؤية، أو خانوه بعدم مساعدتهم له وتخلوا عنه، وهو في أشد الاحتياج إليهم في هذا الكرب أو هذه المعضلة أو هذه المشكلة التي تواجهه. وهذا ما تعنيه الرؤيا. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.